عسلامة ومرحبا بكم والناس الكلها. والمرة ذي الفيديو طلب من شكون قال لي راهو القارص متاع المرة اللي فات معناه طيبته وكل نحب طريقة متاع قارص ماهيش طايبة. هذه طريقة زيادة ناجحة على الاخر متاع القارص اللي ما يتيبش ومزوز بنان. اما انا الحق متاع ربي كي نطيبو نحسو ابنو خاطر يجي، هذه باش يجي ماهوش خاطر. باهي ناخذوا القارص نتاعنا بعد ما نغسلو نحكوه مليح مليح مليح، نحيولو اكل القشره الفوقانيه دوب ما نحيوها، ما ندخلوش في الابيض نتاع كعبه القارص. ومن بعد ننظفوا القارصه نتاعنا الكعبه هذيك ننظفوها مليح مليح مليح، مكا المراره هذيك يلزمنا الكل شيء نحيو وما نخليو فيها حتى شيء. هني هذاك الكل يتلوح وناخذوا كعبات نتاعنا نتاع القارص توا باش نقصوهم تريفات وباش نحيو منهم اكل القلوب الداخلانيه الكلها باش ما يزيدش يجينا السيتروناد يجينا فيه المراره. كيف ما تشوفوا لهنا كي وصلتوا الفيديو هذايا هونيا صليوا على سيدنا محمد وكملوني نتبعوا الفيديو للاخر. هنا انا راني مانيش باش نحط له لا سكر لا حتى باش نخبيه كونسونطري هكاكا. ومن بعد انا كي نجبدو من الكونجيلاتور نجم نزيدو الماء يذوب ونذوبو ونزيدو الماء والسكر على روحي. اما وريتكم زاده طريقه اخرى كيفاش نجمو نزيدوه بالسكر فاني هكا، حطيت فيه لا نعناع لا حتى شيء. بعد ما صفيت المرحله الاولانيه قعد لي هذيك حسيت فيه برشا مزال، معناها مزال القوم تاع القارص بالكدا فيه. زدت كيف كيف حطيت له الماء وبديت نصفي بشويه بشويه باش نحط في الكونجيلاتور. عمليه سهله وبسيطه وما تستحقش معناها برشا تعب. هذه الطريقة الثانية السهلة. الطريقة الأولانية سهلة على الآخر أما يجيك خاطر وبنين بالنعناع وكل شيء. هذه بالسكر فاني أكاها. بعد ما حليتك الطرف هذيك متاع القارص اللي قعدت بالماء، خاطر مازال فيها الحق متاع ربي نحنا ما نصيبوا الحاجه كان من نمعصولها قلبها يلزمها تخرج الجرينتا اللي فيها. كملنا كيف كيف حطيت لها نصفيتها الكلها مليحه مليح سي تويك الروح نتاعها الكلها حشتي بها. خذيت السكر فاني نتاعي 3 ساشيات على ايد خذيت باش ناخذ القوم تاع السكر البنينه. انا عملت هذه جوز سكر وسكر فاني اكاهو وجي مطعمها بنين على الاخر. اما كيما تشوفوا ماهيش قارصه معناها ماهيش خاطره برشا الجو نتاعها. وكيكا كملنا السيتروناد نتاعنا. مرحبا بكم.